السلام عليكم متابعين صفحة الفلاحة بالمغرب، خوتي الفلاحين، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نتحدثوا فيه قليلا على مشكل اللي كيواجه الحمضيات في هذه الفترة ديال شهر 5. حنا حاليا كنتواجدوا في واحد الضيعة ديال الحوامض، وغادي نتحدثوا شويه على الحشرة، واحد الحشرة اللي كتهاجم لنا ضيعة الحوامض في هذا شهر 5، اللي هما العناكب او الرتيله. كما كتعرفوا كدير لنا واحد المشكل كبير في الحوامض، وكتاثر لنا على الغله، لانها كتمص لنا هاد لاصيف الورقه، كتخليها صفراء. و اون فوا كتكون عندنا الورقه صفراء، يعني لا فوتوسينتيز والتركيب الضوئي، يعني كدير لنا واحد ديزيكيليبر او نيفو ديال لافي اللي ما غاديش يعاوننا في لو روندمون ديال الانتاج ديالنا. وبالتالي ضروري تكون واحد المراقبه ديال هاد الحشره، سيرتو في هاد اواخر ديال ابريل بدايه شهر ماي، وماي تقريبا خلال شهر ماي كامل، لان الحراره كتكون شويه طالعه، والحراره هذا هو الظرف المناسب ديال التكاثر ديال العناكب. والعناكب غالبا كنلقاوهم بزاف تحت الورقه، يعني ملي كنكونتروليو خاصنا ديما نكونتروليو لتحت ديال الورقه، ماشي الفوق، ديما نشوفوا لتحت، هي فين يكون الكونترول جيد. كنشوفوا ظهور ديال هاد الحشره. حاليا نحن في اواخر ابريل، انا ما اغلب الضيعه ما كاينش الظهور ديال الزكريا من خلال معينه، ولكن محتمل باش تظهر في هذه الايام المقبله. وبالتالي ضروري الحيطه والحذر، ونقوموا بالاجراءات اللازمه باش نحاولوا نحميو الانتاج ديالنا والغله ديالنا، ونستعملوا يعني مبيدات حشريه ضد العناكب اللي تكون قويه ويكون التاثير ديالها فعال. خصوصا حاليا في السوق عندنا مبيدات اللي كتضرب يعني المراحل ديال هاد الحشرات الثلاث، يعني البيض واليرقه، وايضا الحشره يعني كنقولوا الحشره البالغه. يعني كاين دي برودوي اللي كيضربوا هاد لي ستاد 3، نحاولوا نستعملوهم ونضبط البي اش، ونضبط ايضا لا بوي ديال الماء اللي كتدخل للشجره. غالبا كنهضروا على ان بوي ديال 2 طون حتى 3 طون على الهكتار. يعني خاصني نسرد مزيان ملي كنخدم في التريتمون ديال الرتيله، خاصني نغسل الشجره مزيان. هذا هو الناس اللي كيتعرضوا للمشاكل ديال الرتيله ما كيميتريزيوش لا بوي، ما كيميتريزيوش البي اش ديال لا سوليسيون. فوالا، هادو هما بعض النصائح وبعض الحوايج اللي خاصني نرد ليهم البال خلال المعالجه ديال حشرات العنكبوت او العناكب اللي كيضربوا لنا الحقول ديال الحوامض، واللي كتعتبروا من المشاكل الكبيره اللي كتعرض لهم الحمضيات في هذه الوقيته ديال يعني بعد العقد في شهر 5 شهر 6. فوالا، نتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذا الفيديو، وان شاء الله الى فيديو لاحق، وتهلاو لنا في راسكم.